عشك كنتي واحد النهار راكب في التران ولا الطوموبيل ولا طوبيس وغادي وبان لك شي معالم تاريخيه دزتي من حداها شي صوره زوينه وبغيتي انك تجبد التليفون، ولا واحد النهار كنتي غادي تلاقيتي مع واحد الشخص مهم ومشهور ولا لاعب كرة قدم مشهور ومعروف وبغيتي انك تجبد التليفون وتصور معاه ولا تاخذ واحد الفيديو مع داك المعالم التاريخيه شويه وانت تلقى يعني السعه ديال الهاتف ممتلئه عن اخرها، والمطلوب منك انك تمحي الا بغيتي انك تاخذ داك لا فيديو ولا التصويره. ومن طبيعه الحال الطران ولا الترام ولا الكار غادي ما يمكنليش يوقف لك، ومن طبيعه الحال داك الشخص المهم ما يمكنش غيبقى يساينك تتمحيه وتساليه وتكدا ودير ميزاجور وعاد تصور معاه. يعني فرص كيكونوا، ولكن فاش كتلقى يعني المساحه ديال الهاتف ممتلئه كتمشي عليك داك اللقطه ولا داك اللحظه ولا داك الصوره اللي خاصك تحتفظ بها، وكترجع للدار وكتبقى تعاتب في الحظ ديالك العاطر وكتقول علاش كون وكتبقى تمحي بواحد الحرقه داك التصاور وتفرغ داك الميموار من التليفون، وكتلقى شي صور وشي فيديوهات في داك التليفون اللي ما عندهم حتى شي علاقه، ما عندهم حتى شي علاقه غير زايدين تماكن، وكتقول علاش دابا اش كيدير هذا الفيديو عندي هنا دابا واش هاد لي مساحه علاش هاد التصويره دابا من على ديال من هاد الاوديو هنا مسجلو هنا اش غندير بهاد الموسيقى هادي قدامت كاع، وكتلقى شي حوايج مخزونين داك التليفون اللي ما عندهم شي علاقه ونسيتيهم وما كيهموش وغير مهمين وانت محتفظ بهم ومشكل لك واحد الحاجز شادينه لك في داك التليفون. هادشي هذا كامل غنسقطوه على حياتك الشخصيه نتايا ولا انتي، كيكونوا شي لحظات وشي فرص كيدخلوا لحياتك وشي اشخاص كيبغيو يدخلوا لحياتك، وبالتالي فاش كتجي انت ما عندكش السعه فين انك تدخلهم، ديجا عامر مشاكل عامر اشخاص الخطا شادين بلاصتهم وخا وفاو سالات يعني صارت نهايه الصلاحيه ديالهم وتاريخ الصلاحيه وانما باقي محتفظ بهم، وفاش كيجيو اشخاص جداد كتبغي تدخلهم كتلقى المساحه عامره. هذا علاش كنطلب منكم انكم تجلسوا وتمشيو وديروا واحد النهار ديال النيطواياج، واحد النهار ديال النظافه ديال العقل والنفس والدواخل ديالكم، تجيبوا جافيل باش انكم تعقموا يعني كروه القرويحه ومعطر الجو وشتاء وكرهطه بين قوسين على المصطلحات، وتحكوا مزيان وتشطبوا دوك الاشخاص ودوك المواقف اللحظات صور الذكريات اي حاجه عشتوها في الماضي وما بقاتش صالحه لكم دابا، تشطبوها وتحكوا بلاصتها وديروا جافيل وتعقموا وتخويو باش تخليو واحد ليسباس في الحياه ديالكم يكون خاويه، نهار يجيو الناس الصح والناس اللي يستاهلوا انهم يدخلوا حياتكم يلقاو الدنيا خاويه عندكم ويلقاو النفسيه ديالكم مرتاحه وعندها قابليه انها تقبل ناس جدادين بواحد المعطر الجو زويون وبواحد مكان معقم ما فيش يعني امراض ولا جراثيم ديال الاشخاص ولا اشياء ولا لحظات ولا ذكريات ديال الماضي، وبقاو تما وتعفنوا تلقوا يعني تعافنات وميكروبات وبكتيريا اللي مضره حتى في العلاقه اللي غتقدر دير مستقبلا تقدر تعاديها وتقدر ما تعيش مزيان في المستقبل. هذا علاش شطبوا سيقوا عقلكم ونفسكم والدواخل ديالكم باش يجيو اشخاص جداد لحياتكم. دمتم سعداء، دمتم يعني اماكن الدواخل ديالكم يعني تكون فارغه وفيها يعني عطر مميز، وكنقول لكم تهلاو لي في عقلكم، وهذه كلمه تهلاو لي في عقلكم راه ديالي بوحدي، تهلاو لي في عقلكم، حيت شحال من واحد كيقول لك تهلا لي في صحتك تهلا لي في راسك، انا كنقول لك تهلا لي في عقلك. علاش كتقول للكوتش تهلا لي في عقلك؟ حيت شحال من الناس كنشوفوهم في الزنقه مختلين وفاقدين نعمه العقل ان صح التعبير، لكن هما بجسم وصحه وجسد مزيان لكن كيديروا حويجات نعسين الزنقه لابسين حوايج مقطعين. هذا ما كيعنيش ان الصحه ديالهم هي اللي غتنوب عليهم، يعني العقل كون كان العقل يقدر يكون صحه يعني يقدر الانسان يلقاها اونديكابي، ولكن بعقله ما يقدرش يدير شي حويجات اللي دايرهم واحد اللي هو صحيح وغليظ وعامر ولكن فاقد نعمه العقل. هذا علاش تهلاو لي في العقل ديالكم، وهذه القضيه ديال التهلاو في العقل ان شاء الله في فيديوهات جايه غادي نحاول انكم ندير لكم كيفاش ان
العقل كيفاش يتغذى، شنو هي الغذاء ديال العقل، شنو هو يعني العقل كيبغي، كيفاش نحتفظ العقل، كيفاش تزيد الخلايا في العقل، كيفاش انك تزيد الصحه العقليه مزيان. يلا دمتم بخير والى اللقاء والى حلقه قادمه ان شاء الله.